تمام. أبو سليمان الداراني يقول: والله إني لأقوم الليل بالآية الواحدة وأظل فيها 5 ليالي، يعني كل ليلة يبدأ بالآية دي يقف عندها. قال: ووالله لولا الغفلة ما تجاوزتها، والله لولا الغفلة ما تجاوزتها، فإن في كل مرة علم جديد وفهم جديد ومعنى جديد، والقرآن لا تنقضي عجائبه. بيقول 5 ليالي بقوم بآية، كل ما أقرأ أتدبر حاجة، بيقول في كل مرة معنى جديد وعلم جديد، والقرآن لا تنقضي عجائبه. فين الصحبة بقى؟ هل انت صاحب قرآن؟ هل انت في علاقة زي كده؟ هل انت مقرب منه كده؟ صحبة يعني علم، تتعلم تفسير، تتعلم قواعد تفسير، تحضر دورات تفسير. عمل، تعمل بكل كلمة تعلمتها. 3 قيام وحفظ ومراجعة والحاجات دي. 4 عدم ملل، تمام، موافقة، كل الحاجات دي صحبة. يبقى أنا عشان أقول أنا مصاحب القرآن لازم أنتقل من خانة أكيد. عشان كده قلت لكم هو الحفظ والمراجعة دي السلمة الأولانية، احنا في أول الطريق. عارف يعني الحفظ والمراجعة؟ اللي هو أنا بس أنت قعدتي مع البنت في الأوضة بس، لسه بنتعرف على بعض، احنا لسه ما عملناش حاجة، مفيش أنشطة ما بيننا، احنا قعدنا مع بعض بس لسه فين بقى الكلام؟ ما بدأناش أي حاجة. فده احنا كده بحفظ القرآن عشان يبقى موجود بس عشان أطلعه. يعني كأني بالظبط، عارفين حفظ القرآن ده عامل زي إيه؟ عامل زي واحد مريض، حلو؟ مريض عنده مرض معين وأحيانا بتجيله النوبة فجأة كده. فالدكتور قال له والله الدواء بتاعك هو الدواء اسمه كذا، حلو؟ تمام. ففي واحد شايل الروشتة في جيبه وقال لما تجيلي النوبة هروح اشتري الدواء من الصيدلية واخد الدواء وابقى كويس. التاني بقى قال لا، انا اشتري الدواء واحطه في جيبي، مش هحط الروشتة، انا احط الدواء في جيبي عشان لما تجيلي النوبة اخد الدواء على طول. فطبعا التاني احسن بكتير من الاولاني، لان الاولاني لسه لما تجيله النوبة لسه هيدور على الروشتة ولسه هيروح صيدلية ولسه هيعرف الدواء، شغلانة ممكن يكون مات على ما. فده اللي مش حافظ قرآن، اللي هو معتمد ان لما تحصل مشكلة هقرأ قرآن، هسأل شيوخ، هشوف حد يقول لي ايه الآية، ايه السورة اللي اقراها، ايه الآية اللي تحل لي مشكلتي، مش فاهم حاجة. لكن اللي حافظ قرآن بقى عامل زي اللي حط الدواء في جيبه، هو بقى في جيبك خلاص، هو الدواء موجود في جيبك، بس الدواء موجود في جيبك دي خطوة حلوة بس مش دي النهاية. يعني لو انت في الاخر بعد ما الدواء حطيته في جيبك وعملت حاجة كويسة عشان تبقى سريع لما يحصل لك النوبة. يعني ايه النوبة؟ اللي هي الفتنة لما تجيلك، الشبهة لما تجيلك، المعصية لما تحلو في عينك، معاك قرآن بقى، معاك الدواء بقى اهو في جيبك، شفاء للصدور، حلو. لكن هو كون انا اشتريت الدواء وحطيته في جيبي انا كده خفيت؟ لا، انا كده لسه محتاج لما تجيلي النوبة اطلعه واخد الحباية طب انا معايا القرآن في جيبي، معايا القرآن في صدري، بس انا مش عارف اطلع منه حاجة، ما بفهموش، ما بعرفش ساعة المشكلة، ساعة الشبهة الآية اللي تعالجني، ما اعرفش ساعة الشهوة الآية اللي تثبتني، ما اعرفش ساعة المشكلة الآية اللي تطبطب عليا او الآية اللي مثلا تطيب خاطري، مش عارف، لان انا مش فاهم، لان انا ما بعرفش اطلع. انا حافظ واجيبها لك كلها من غير ولا غلطة، لا تجويد ولا تشكيل ولا اي حاجة، جيبوا لك تريك كده، بس لما بتحصل لي شبهة انا مش عارف فين الرد، لما بتحصل لي شهوة مش عارف فين العلاج، لما بيحصل لي مشكلة مش عارف فين الآية اللي تجاوبني على المشكلة ديت. فاهمين؟ فده اللي انا عايزه، ان احنا يبقى اولا عشان ابني علاقة صحيحة مع القرآن واقول انا صاحبه في حفظ ومراجعة، حلو خلاص كده الدواء في جيبك، لكن لازم علم بقى، اعلم، اتعلم تفسير، اتعلم تدبر، احضر دورات قرآن، اسمع دروس تفسير بانتظام، اقرأ في تفسير بانتظام،
افهم ازاي قواعد في التفسير، قواعد في التدبر. ثم بعد ذلك، ودي اخطر نقطة على الاطلاق، ان انا انتوي العمل بقى، انتوي العمل وانفذ. يعني اعود نفسي انني ما اسمع آية الا اعمل بها. اي آية تعدي علي في حفظي، وهو ده اللي احنا بدأنا بيه، ان البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة ويأتي اهلهم الذين كانوا يعملون بهم في الدنيا. مش كده؟ مش احنا قلنا كده؟ اهلهم يعملون في الدنيا. يبقى انا هقول والله انا حامل الآتي. حلو، انا لا تمر علي آية في كتاب الله الا ولازم اعمل حاجتين: افهم ولو حتى المعنى الاجمالي، ولو المعنى الاجمالي الآية دي بتقول ايه، بس مش لازم تفاصيل. وعلى طول سؤال سريع بيجي في بالي: الآية دي بتدعو الى ايه؟ انا بعمله ولا لا؟ بعمله الحمد لله، ما بعملوش ليه، وازاي هعمله؟ سهلة. وهو ده الشخص المثالي اللي احنا عايزينه، وهضرب لكم على ذلك امثلة. تاني، انا حفظت خلاص، براجع، بثبت، بقرأ، حلو، يبقى انت كده الدواء في جيبك، عايزين نطلعه، عايزين ناخده. في شبهات هتيجي، في شهوات هتيجي، في امراض، في مشاكل، عايز اتعود ان انا اتعامل معاه بسهولة. يبقى بسيطة جدا، منهج بسيط جدا، علم عمل، مفيش اي حاجة، علم عمل. عشان كده عمل قبل كده كتاب جميل كده اسمه القرآن تدبر وعمل. قرآن تدبر وعمل، ممكن تنزلوه. هو عبارة عن مصحف فيه على الهامش معاني وتدبر وواجب، يعني يقول لك ايه الواجب العملي في الآية ديت. القرآن تدبر وعمل سهل جدا، نزلوه على النت. قرآن تدبر وعمل، هو مصحف عادي بس على الهوامش هتلاقوا فيه المعاني، فيه التدبرات، فيه الواجب، يعني ايه الآية دي ترشدك ليه ومفروض اعمل ايه.